كان حد قال لي عن اهل المنطقه دي انهم بينسوا كتير، عشان كده سموها بالاسم ده. فاهلا بيك من درب الأنسية بنحييك. انا دلوقتي مش متخيل اني ماشي في درب كان ماشي فيه هنا وزراء وخلفاء فاطميين وامراء مماليك، نفس الارض ونفس الحجر، ولكن مع اختلاف الزمن. درب الأنسية او اليانسية، المكان حرفيا مليان كميه بيوت قديمه تحفه، تحديدا في الدرب الاحمر ما بين المغربلين ومسجد ابو حريبة اللي صورته على ال50 جنيه. شفت حاجات جميلة قوي، شفت ابداع وروعة، بيوت من حجر عمرها 1000 سنة، جدران شافت دول قامت ودول وقعت. هنا بيوت قديمه هتلاقي، هنا جوامع قديمه عثمانيه هتلاقي، جامع احمد المهمندار، ومكان لسه محافظ على روحه. والمقريزي كتب عن المكان ده وقال ان اصل الاسم جه من طائفة من الفاطميين كانوا منسبين لواحد اسمه ابو الحسن يانس. ده كان من كبار الدولة الفاطمية، خادم مقرب من الخليفة العزيز بالله. ورواية تانية قالت ان الاسم جه من واحد اسمه يانس وزير الخليفة الحافظ. ولكن الكوميدي لما سألت واحد صاحبي ساكن هناك وقلت له ليه سموها درب الأنسية، قال لي عشان احنا بننسى كتير. ولكن يا صديقي في الحقيقة التاريخ ما بينساش. وهو اللي يمشي في شوارع القاهره ياما يشوف وياما يلاقي قصص وحكايات. من اغرب القصص والحكايات اللي انا عرفتها النهارده بتاعه قصه المنطقه اللي انا فيها دي، قصه درب الأنسية. وانا لسه في رحلتي ما بين الشوارع والحواري والاقاليم المصرية عشان اكتشفها واحكي حكايتها. ولو عايز تشارك معايا في جولة اكتب كلمة رحلة في كومنت وهيوصل لك كل التفاصيل ازاي تشارك معانا. وما تنساش تعمل شير ولايك وفولو عشان نقدر نكمل الرحلة بتاعتنا بين الشوارع والحواري المصرية.